قالوا ناس زمان: نيتنا صافية وقلوبنا دافية، والحمد لله نعيش بالصحة والعافية. وقالوا ناس زمان: عيش حياتك وقرأ كتابك مرة على مرة، ودير الخير يا لو كان تسقي شجرة. خذ حذرك من العبد اللي عنده زوج وجوه، يوصل الهدرة، وتعلم الغلطة في مرة، والكية إذا فاتت ادي منها العبرة، والدنيا فانية ونعيشوها غير خطرة. ما يتواضع غير اللي واثق في نفسه، وما يتكبر غير اللي كان عالم بنقصه. وقالوا ناس زمان: توكل على ربي، ما تعرف الرزق وين مخبي. السلام عليكم البنات، إن شاء الله الفيديو تاع اليوم تصيبكم فيه أحسن صحة وعافية إن شاء الله. اليوم جبت لكم كيك رائع إسفنجي على طريقة الجينواز، يجيكم بزاف خفيف ويجي عالي وبزاف بنين. هيا البنات نروح مباشرة مع بعض باش نشوفوا الوصفة تاعنا. هنايا في بول حطيت 4 بيض، قسمت 4 حبات تاع البيض، حطيت الصفار وحده والبياض وحده. هنايا ناخذ البياض ونحط معاه 3 ملاعق، عندي كاس سكر، نحي منه 3 ملاعق تاع السكر ونحطهم مع البياض، نطلعهم هنايا يا البنات حتى يولوا كيما الثلج. يعني راح نحبس كي نشوف باللي تقريبا قريب يلحق لدرجة الميرانج. فوالا، بصح يا البنات ما تخليوش حتى يولي ميرانج. فوالا، دوك تشوفوا معايا وقتاش نحبس والقوام اللي تحصلت عليه انا. شوفوا البنات، انا هنايا راهو بدا ديجا يطلع. ضروري يا البنات هنايا تخلطوا بالخلاط الكهربائي، لا خطر لا خلطوا بالخلاط اليدوي راح يعييكم بزاف. شوفوا البنات، انا هنايا راهو طلع هذاك البياض هكا، دوك نزيد له غير شويه ونحبس هكذا. نواصل الخلطة هنايا البنات هكا. خلاص دوكا انا يكفيه هنايا هذا القوام اللي حبيت نتحصل عليه انا. فوالا، شوفوا البنات، شوفوا او تقريبا يديرنا هذاك لو باك. فوالا، شوفوا هاوليك القوام اللي تحصلت عليه، هذا راح يعطيكم نتيجة بزاف رائعة. من جهة أخرى راح نجيب هذاك الصفار اللي خليناه من قبل، قلنا 4 صفار بيض، نزيد له هذيك الكمية اللي بقات لنا تاع السكر، قلنا كأس من الأول نحينا منه 3 ملاعق درناهم مع البياض، والباقي راح نديروه هنايا مع الصفار. نزيد له هنايا ملعقة صغيرة معمرة مليح تاع فانيلا. تقدروا البنات هنايا تستعملوا فانيلا سائلة ولا لا غوس دو فاني اللي عنده راح يكون أحسن. فوالا، نخلطوا هنايا هذا الصفار مع السكر والفانيلا، نخلطهم حتى نشوف هذاك السكر بدا يذوب والخليط تاعنا بدا يبيض شويه نوعا ما اللون تاعو هكذايا. نخلطو مليح، هذا هو السر البنات، لازم تخلطوا مليح باش تضمنوا النتيجه تاع الكيك تاعكم. شوفوا هنايا راهو بيض معايا الخليط هنايا. دوك نحبس هنا ونجيب كاس حليب يكون نوعا ما دافي. فوالا، كاس الا ربع من الحليب يكون شويه دافي هكا. نضيفوا للخليط تاعنا ونواصلوا الخلط. هنايا البنات لازم تشوفوا باللي الخليط تاعكم تشكل معكم رغوه. هذا الرغوه يا البنات هي دليل على انه الخليط تاعكم معمر بالهواء هكذايا. نواصلوا الخلط حتى نتأكدوا باللي هذاك السكر خلاص ذاب تماما. نزيد هنايا البنات كاس إلا ربع تاع الزيت ونضيفه بالتدريج. هنايا نخلطوا او ميم طون نزيدوا هذاك الزيت شوية شوية هكا.
هنا نبداو نضيفوا الفرينه. هنا نحيت الباتور. نزيد هنا ضفت كاس معمر مليح تاع فرينه. ضروري البنات تغربلوها هنايا. انا كنت غربلتها من قبل ولكن زدت غربلتها للمره الثانيه باش نهوي مليح العجين اسمه الخليط تاعي. مع الكأس الاول تاع الفرينه زدت هنايا 2 باكي تاع لا لوفور شيميك. الناس اللي ما راهمش من الجزائر ما على بالهمش شحال يرفد الكيس الواحد تاع الخميره الكيميائيه يرفد 10 غرام. نزيد هنايا الكأس الثاني هنايا ونخلطو حتى نشوف الفرينه خلاص تخلطت معايا مليح مع المكونات الاخرى ولات ما تبانش. هكايا البنات كي تشوفوا الفرينه تاعكم ولات خلاص ما تبانش حبسوا، ما تكثروش معاها الخليط بزاف باش ما يتعلقش معاكم الكيكه تاعكم. هكذا هنايا نزيد مقدار تاع 2 ملاعق تاع الفرينه، تقريبا الربع تاع الكاس اللي استعملته من قبل. انا كيلتهم يا البنات خرجوا لي 2 ملاعق معمرين. هكذا دوك يبان لكم الخليط تاعكم يا البنات هنايا باللي شد روحو مليح وتقولوا باللي خلاص بزاف ثقيل، ولكن دوك كي نضيفوا له البياض تاع البيض هذاك راح يولي خفيف معنا ويطلق روحه وتشوفوه باللي رجع خفيف. هنايا نزيدو ملعقه تاع خل اللي تلعب دور محسن تساعدنا باش يكون الخليط باش يكون الكيك تاعنا هشيش وخفيف. هكا نخلطوها غير شويه هكذايا ونبداو نضيفو هذاك البياض اللي طلعناه من قبل. هنا ضروري البنات البياض هذايا تضيفوه على شكل دفعات، يعني ما تضيفوهش على خطره هكا. وبهذاك الفوي تطلعوا وتهبطوا. هنايا كما تعرفوا قانون الجينواز، يعني على نفس الطريقة تاع تحضير الجينواز نروحوا من تحت للفوق هكذايا باش نحاولوا نحافظوا على الهواء اللي دخلناه في البياض هكذا باش ما يهبطناش الخليط تاعنا ويحافظ على لا تكستور تاعو باش يجينا عالي ومهوي. نزيد الكمية الثانية. هنا البنات ما حبيتش نسرع الفيديو هكذا باش تشوفوا كيفاه خلطته. فوالا برك تبعوا الخطوات البنات على بالي باللي راحين تنجحوا فيها ويجيكم كيك بزاف رائع. هنا نزيد الكمية الأخيرة هكذايا. نكمل هذه الكمية اللي بقات لي. انا كنت شعلت ديجا الفور تاعي على درجة 180 وكل وحدة البنات تعرف الفور تاعها. اللي شافت باللي الفور تاعها يسخن مليح ديرو على 160 ولا 170 ولا الطيب الكيك تاعها في حمام مائي. ديري سنيوة وحطي فيها شوية ماء وحطي فيها هذا المول تاعك. انا المول تاعي كنت دهنته شويه بالزبده ودرت له بابي كويسون هكذا باش نتفادى ما يلصقليش من التحت. هكا نفرغ كامل هذيك الكميه تاعي نحاول نسويها هكا البنات. هو كيك يومي
بصح راح يعطيكم نتيجة، على بالي بلي تعرفوا كامل ديروا الكيك، وبزاف وصفات في اليوتيوب راهم دايرين حالة، ولكن هذه الطريقة أنا درناها على طريقة عمل الجينواز، راح يعطيكم نتيجة بزاف رائعة. هاوليك الكيك تاعي انايا بعد ما طاب هكا البنات، انايا هنايا مازال الكيك سخون، هذا وين طلعته من الفور. دوكا نديمو ليها ونخليها تبرد هكا، نخليها تبرد ومن بعد نديرو لها الكلاصاج تاعها. انا قبل ما نقلبها فقط جوزت لها موس هكذا على الاطراف هكذا باش نتاكد بلي ما لصقليش من الاطراف هكا. دوك نحي هذا الكاغط، هذا البابي كويسون، ونخلي الكيك تاعنا يبرد، ومن بعد نولو نديرو له الكلاصاج تاعو. شوفوا البنات هنايا راني نوري لكم كيفاش جا اسفنجي ما شاء الله، وشوفوا كيفاش جات عاليه الله يبارك. هنا راح نحضروا الكلاصاج تاعنا في كاسرونه، نحط كاس ونص تاع حليب، نزيد لها 2 ملاعق كاكاو يكون نوعيه مليحه، 2 ملاعق كبيره تاع كاكاو بني، نزيد لها 2 ملاعق سكر، وانا زدت لها 2 ملاعق فرينه. بصح هنايا البنات ما بانت ليش، انا كنت عن بالي كانت الكاميرا تصور فينالمون ما صورت ليش. فوالا، ونحطهم على الفرن حتى يتماسكوا كامل، ونزيد لها هنايا كميه صغيره هكا قطعه تاع شوكولا كنت قسمتها هكذا، ونخليها تذوب مع هذا الكلاصاج تاعنا. اللي تحب يا البنات الكلاصاج تاعها يجيها خفيف على هكذا، دير فقط ملعقه واحده تاع الفرينه. فقط نصيحه يا البنات، هنا ما ديروش النشاء في الكلاصاج هذايا تاعكم، من الافضل ديروا الفرينه. ونقلاصي انايا الكيكه تاعي، هاي لك النتيجه اللي تحصلت عليها، زينتها هكذا بشويه كاوكاو ملون، جات نتيجه بزاف رائعه بزاف عالي وهشيشه الكيكه تاعنا. يعني جربوها البنات ومتاكده بلي رايحه تعجبكم وتولوا تعتمدوها. هذيك يعني هذيك الطريقه اللي درناها على شكل جينواز عطات لنا نتيجه بزاف بزاف شابه. شوفوا البنات شحال جانا عالي، هنا نوري لكم فقط. فوالا، شوفوا البنات هنا كيفاه جات عاليه، وشوفوا كيفاش جا اسفنجي. انا متاكده يا البنات الا درتوها على هذه الطريقه على بالي بلي رايحه تنال اعجابكم. فقط ما تنسونيش بالجيم للفيديو باش تطلع لي ويشوفوها اكبر عدد ممكن من المشاهدين، وباش تشجعوني خلوا لي تعليق شباب هكذايا باش نتحفز ونزيد لكم وصفات اخرى، ونخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالوا ناس زمان العاقلة يحقروها، والطايرة يحبوها، والخبزة من فمك ينحوها، والنية الصافية يخلطوها.